موسى وبيجيب حبل وبيربط بيه فيليبس وبيخرجوا بره السفينة وهو مصوب السلاح على راسه وبيهددهم انهم لو قربوا اكتر من كده هيخلص عليه. ولما بيدخلوا تاني للسفينة بيتكلم قائد الحربية مع موسى وبيتفاجئ انه عارف اسمه واسامي كل القراصنة معاه بالكامل، وانه عارف اسم قريته وكل حاجة عن عيلته، وفهمه انه اتفق مع رئيس القرية بتاعته انه هيسلمهم الفلوس مقابل انه يسلم فيليبس حي. وبيتفقوا انه موسى يروح مع القوات البحرية كضمان لحياة فيليبس لحد ما يوصلوا منطقة التبادل. وبيضطر موسى انه يوافق على الاقتراح، لكن واحد من القراصنة بيكون معترض وبيتخانق مع موسى وبيفهمه ان ده كمين، لكن موسى مش بيهتم بكلامه وبيخرج بره المركب وبيروح مع القوات الخاصة وبيسيب سلاحه في مركب الانقاذ، وبتوعده القوات الخاصة انهم مش هيأذوه. وبعدها بيروح واحد من القوات الخاصة وبيربط حبل في مركب الانقاذ عشان يسحبوا السفينة لحد ما يوصلوا منطقة التبادل. وفي الوقت ده بتحط القوات الخاصة أجهزة تنصت على مركب الانقاذ من بره عشان يقدروا يسمعوا القراصنة من غير ما ياخدوا بالهم، وبتطلب القوات الخاصة من القراصنة انهم يخرجوا فيليبس علشان